المدينة فاس. أعتقد بأن مدينة فاس اليوم تتوفر على مركب كبير كيتسع لأكثر من 40,000، وهذا المركب إن شاء الله سيحظى بشرف أولا تنظيم مباريات كأس أفريقيا سنة 25 اللي غيحصل عليها بلادنا. كنا نعرف قبل أشهر بأن المغرب سينظم نهائيات كأس أفريقيا. الجديد أكد الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي أن الاتحاد الإفريقي في ورطة حقيقية بعد تصريحات رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، والتي قال فيها بأن كأس إفريقيا 2025 ستقام في المغرب دون أن يعلن الكاف عن ذلك. وقال حفيظ دراجي في منشور له على صفحته الرسمية في الفيسبوك: مصادر من الاتحاد الإفريقي أكدت أن باتريس موتسيبي أصبح في موقف حرج لا يحسد عليه بسبب تصريح فوزي لقجع، الذي أكد من خلاله أن قرارات الهيئة القارية تتخذ خارج هياكلها ومأساتها للشرعية المخولة باختيار البلد لمنظم. وتابع: لا يمكن استعادة المصداقية سوى باتخاذ قرار مخالف عن الذي صرح به رئيس الاتحاد المغربي. كنا نعرف قبل أشهر بأن المغرب سينظم نهائيات كأس أفريقيا. الجديد هو أنه لأول مرة في تاريخ الكرة الإفريقية يعلن رئيس الاتحاد بأن بلاده ستنظم بطولة قارية قبل أن يعلنها الاتحاد الإفريقي رسميا. قد يقول أي رئيس اتحاد بأننا نسعى، بأننا نأمل، بأن حظوظنا كبيرة، بأنه أتوقع، بأنه أتمنى، بأنه أرجو من الأعضاء أن يصوتوا على ملف بلدي، ولكن أن يعلن صراحة في مكان رسمي بأن بلاده ستنظم نهائيات كأس أفريقيا. في ذلك أعتقد بأنه قلة احترام تجاه الكاف، قلة احترام تجاه المنافسين، قلة احترام أيضا تجاه المثل والقيم وكذلك أخلاقيات الرياضة، وتأكيد على أنه ما قلناه كان صحيحا، وتأكيد على أنه الحسم تم من زمان ولا داعي للدخول في المنافسة. الجديد أيضا هو أن الجانب الجزائري يدرس إمكانية تقديم احتجاج للكاف وحتى للفيفا، ويدرس حتى إمكانية الانسحاب من المنافسة على احتضان نهائيات كأس أفريقيا 2025 والبقاء في سباق 2027، وهذا أدنى شيء يمكن أن يقوم به الاتحاد الجزائري في انتظار اتحادات أخرى قد تتوجه نحو نفس الأمر لتعلن انسحابها من تنظيم نهائيات كأس أفريقيا 2025، مما يضع الاتحاد الإفريقي والجامعة الملكية المغربية في موضع حرج بسبب عدم احترام شروط المنافسة من خلال هذا الإعلان. يمكن لأي محلل، يمكن لأي متابع، يمكن لأي صحفي، يمكن لأي مناصر أن يقول بأنه الجزائر ستنظم أو المغرب ستنظم أو يتمنى أو يتوقع، ولكن ليس من حق رئيس اتحادية منافسة هو نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو اللجنة التنفيذية في الفيفا أن يصرح بمثل هذا التصريح، فكان هذا هو